ايوه يا ابو مرسي. جميل جاني وقال لي انك عايزني. انا اللي عاوزك يا عمده. انت وجدك واحد يا عتريس. بلغني انك هتجوز بنتك. ايوه، عقبالك. ما هي بقى هي اللي فاضله. ما تتجوز. ايه؟ ما تتجوزش. ما تكلم ابو مرسي. أنا راجل عجوز بقى، معرفش في المسائل دي. شوف عتريس بيقول لك ايه وافهم. انتوا نادهين لي هنا عشان تهزروا معايا؟ الكلام جد، عتريس ما بيهزرش. بنتك ما تتجوز، ما تتهناش مع عريسها، وعريسها ما يشوفش يوم سعادة معاها. ليه يا ابني؟ أنا مش ابنك، أنا عتريس. عاوز تفرح وأنا حزنان. عاوز عريسها يتهنى بفرحه بعروسته، ويحط ايده في ايدك وعليها منديل ابيض. عاوز تسمع زغاريت الفرح؟ ابدا، مش ممكن. مفيش فرح هينقام في الدهاشنة، علشان الدهاشنة حرمتني من فرحي، من عروستي. حرمتني من فرحة قلبي وهو بيسمع زغروطة امي. امي اللي قعدت حزنانة عليا طول سنين السجن، ولما طلعت لها نبتت في قلبها بذرة امل. امل في الفرح وشوق، شوق اللي مشقوقة من ضلوعي. حرمتوني وحرمتوهم. علشان كده محكوم على اهل الدهشنا ما ينقامش لهم فرح ابدا ابدا يا عمده. يا خبر زي بعضه. عتريس، داني العمده يا عتريس. ولو أأجل الفرح جمعة عشان خاطر أمشي كلامك. ها، جمعة يا عتريس. كلمه أبو مرسي. انت ما سمعتش كلامه ازاي؟ ما حسيتش بدمه في كل كلمة؟ جمعة يا عتريس. أأجله جمعة يا عتريس. أجله ظهر شهر. طيب زي بعضه شهر، حتى أقول لأهل العريس إننا هنأجله شهر على بالنا. يا عمدة بقول لك ظهر. لما دم شوق أمي ينشف، ومتهيألي عمره ما هينشف. ودم سعد ومختار وحسنين. لا 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 لا. انت هتلبخ في الكلام ليه بقى يا عمدة؟ طب وافرض بقى قلت لا. لا لا يا عمدة، ده انت اعقل من كده بكتير. طب جرب كده وقول لا، عشان لا يبقى فيه لا زرع ولا ضرع ولا نفس حي في البلد يا عمدة. يا فضيحتك في وسط البلد يا عمدة. اقول ايه للناس؟ اقول ايه للعريس واهله؟ دول مش من دهاشنا، دول من بلد تانية. ده ابن عمدة الحصة. ابو مرسي، عتريس، خدوا اللي انتوا عايزينه. 100 جنيه، 200. اقول لك اكتب لك ربع فدان بيع وشراء، واقول انا وصلني حقه. عتريس مش عاوز فلوس، مش عاوز ارض. وهي ارض الدهشنا بحالها بعيد عن ايدينا يا عمدة؟ عتريس عاوز يشفي غليله، وده اهم يا عمدة. يعني ما تجيش الا في عمدة البلد. ما هي دي بقى اللي بيسموها ضربة المعلم. لو العمدة كش يبقى البلد كلها والجيرة وجيرة الجيرة خلاص راحت يا عمدة.